اركني لي بقى كل وصفات كيكه الشوكولاته اللي انت جربتيها وتعالي شوفوا لي الجمال اللي احنا عاملينه النهارده مع بعض. من احلى والذ الكيكات بجد اللي انت تجربيها هي وصفه النهارده. عايزه اقول لك بقى احذفي اي وصفه انت جربتيها وما نجحتش معاكي ومتاكده ان وصفه النهارده هتطلع معاكي ناجحه من اول مره. طعمها يا جماعه كان خطير بجد، صوص شوكولاته بقى رهيب. تعجب الولاد جدا، وكمان هم في فتره الامتحانات فلازم نروق عليهم كده باحلى كيكه شوكولاته غنيه وبالجمال وبالحلاوه دي. وبما ان البيض كمان رخص فلازم نستغل الفرصه دي ونعمل لهم احلى كيكه شوكولاته. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الوصفه. اول حاجه هنجهزها مع بعض وهي المواد الجافه. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، دي متعدد الاستعمالات. هضيف عليه 3 معالق كبار من الكاكاو، ولازم ننخل الدقيق كويس جدا عشان بيدخل الهواء اللي بيدخل في الدقيق ده بيدي هشاشه حلوه جدا للكيك بتاعتنا. و3 معالق كبار كده من الكاكاو، وطبعا الكاكاو ساعات بيكون فيه تكتلات فلازم ننخله. كيس كده من الكيك شيف او البيكنج باودر حسب ما بتحبي تستعملي، انا بصراحه بستعمل الكيك شيف. وهديلهم رشه كده من الملح ونقلب المكونات دي كلها كده مع بعضها. وبكده نكون جهزنا مع بعض المواد الجافه كده جاهزه معانا. هنجهز مع بعض بقى المواد السائله. هنركن بقى المواد الجافة على جنب، ومعايا هنا شفشق الخلاط. نزلت هنا بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ظرفين من الفانيليا، عليهم كوباية كده من السكر، عليهم كوباية إلا ربع من الزيت، وأهم حاجة الزيت يكون نوع نضيف ما يكونش له أي ريحة. هنضربهم كويس جدا، وبعد كده يبقى معانا بالقوام ده. هنزل بقى بالمواد السائلة على المواد الجافة، ونديلهم تقليبة حلوة كده مع بعضهم بقى. أهم حاجة ما نسيبش أي حاجة في شفشق الخلاط من الخليط بتاعنا، لأن ده كله من مقدار الكيك بتاعنا. في الوقت ده أنا هابدأ أقلبهم كويس جدًا مع بعض بالمضرب السلك. في الوقت هتحسي إن الخليط بتاعنا تقيل، وده لسه لإن لسه في معانا مكون أخير هنحطه. طبعًا لسه في جزء من المواد السائلة إحنا ما ضفناهوش. أنا هاضيف هنا كوباية من المَيّة السخنة المغلية، وعايزة أقول لِك بقى بتدي للكيكة بتاعتنا هشاشة بجد في حتة تانية. الخطوة دي أساسية معانا في كيكة الشوكولاتة لإنها بتفرق جدًا. أنا ضفت كوباية من المَيّة السخنة، وبكده كان خليط الكيك جاهز معانا. جبت هنا الصينية بتاعتي، أنا استخدمت البايركس، طبعًا لو الألمونيوم متاح ما فيش أي مشكلة. دهنتها دهنة كده من الزيت، وحطيت كمان رشة كده من الكاكاو، وهابدأ أنزل بقى بالخليط بتاع الكيك وأوزّعه كويس جدًا في الصينية بتاعتي. وهابدأ أجيب الخلة بتاعتي وأعمل فيها أي تجزيعات عشان أطلّع الهوا اللي في الكيكة، وأدخّلها بقى بدرجة حرارة 180 في الرف الأوسط اللي في الفرن، تطلع معانا خطيرة. على ما الكيكة تستوى تعالوا نجهّز مع بعض. هنجهّز مع بعض صوص الشوكولاتة الخطير اللي إحنا نزّلناه امبارح في فيديو لوحده. نزلت هنا بكوبايتين من الحليب، عليهم 200 جرام من الشوكولاتة، 200 جرام من البسكوت، وعليهم معلقة من الكاكاو ومعلقة من الزبدة. بارفعهم على النار مع التقليب المستمر لغاية ما يتكتل معانا ويبقى معانا بالشكل ده. هابدأ أضربه بقى بمضرب الكهربا أو في الكبة أو في الخلاط لغاية ما ينعم معانا تمامًا، ويبقى الكريمي كده ويبقى ناعم معانا. أول ما نوصل للمرحلة اللي أنتِ هتشوفيها معايا دلوقتي يبقى ناعم معانا خالص. أنا هنا كان القوام تقيل زي ما اتفقنا، أنا ضِفت عليه كمان نُص كوباية من الحليب لغاية ما ادّينا قوام ناعم كده وما يبقاش تقيل أوي، لإنه كمان هو بيتحط في التلاجة بيتقل شوية. لغاية ما ينعم معانا ويبقى قوامه كريمي ويبقى خطير بالشكل ده. بجد من أحلى الوصفات اللي هتجربيها صوص الشوكولاتة هو وصفة النهارده. كده بقى جاهز معانا، هاركنه بقى على جنب، احطه في البولة كده واركنه على جنب على ما الكيكة بتاعتنا تطلع، وهتشوفها بجد الكيكة بتاعت النهارده كانت هشة وخفيفة وكانت خطيرة. هنسيب بقى صوص الشوكولاتة كده على جنب. كده الكيكة بتاعتنا كانت جاهزة. هنبدأ بقى نقلبها كده. أنا بصراحة قلبتها على الناحية التانية كانت قلبة وما شاء الله كانت هشة وخفيفة جدًا. أنا شِلت على فكرة الجزء اللي كان فوق وبعد كده قلبتها على الناحية التانية، لإن المسام من تحت بتبقى مفتوحة شوية، فبعد كده عملت فيها فتحات بعصاية الشيش طاووق، وبعد كده هاسقيها بقى بخليط التسقية اللي أنا عملته. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن معلقة من الصوص اللي إحنا عملناه مع بعض، اللي هو صوص الشوكولاتة اللي إحنا عملناه مع بعض دلوقتي، على كوباية من المَيّة دوّبتهم مع بعض وبقى معايا بالجمال ده. عايزة أقول لِك نقل الكيكة في حتة تانية بجد، كانت طعمها خطير. بعد ما سقيت الكيكة بقى هابدأ أنزل بصوص الشوكولاتة بتاعنا، ونبدأ بقى نوزّعه على الكيكة بتاعتنا ويبقى معانا بالشكل ده. أنا هنا كنت سويته على الكيكة، هادخّله بس التلاجة شوية كده على ما تتماسك. بعد ما طلعت من التلاجة أنا حبيت أزيّنها، بس كان عندي زبدة بندق، أنا حبيت بس أزيّنها شوية كده من على الوش، وبصراحة نقلت الطعم في حتة تانية. عايزة تسيبيها سادة ما فيش أي مشكلة، عايزة تزيّنيها بأي تزيين عندِك، عايزة تحطّي شوية نوتيلا، شوية نوتيلا بيضا، اللي عندِك تقدري تضيفيه. بصراحة كانت خطيرة. تعالوا بقى نقطّعها كده ونشوف شكلها عامل إزاي من جوّه. الكيكة هشة جدًا وخفيفة، الصوص بجد واخدها في حتة تانية. من أحلى وألذ الكيكات اللي ممكن تجرّبيها هي وصفة النهارده، وأنا متأكدة إن أنتِ هتقومي تجرّبيها وتقولي لي رأيِك فيها. هشة وخفيفة وطعمها وريحتها كانت خطيرة. من جمالها مش هتبطّلي أكل فيها، من أحلى الكيكات بجد اللي أنا دُقتها وجرّبتها.
اتمنى وصفه النهارده تعجبكم، اعملوها بقى للولاد وفرحيهم بايام الامتحانات. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده ان شاء الله، بس يا ريت كده ما تنسوش تعملينا بلايك وشير، وان شاء الله تجربوا الوصفه بتاعت النهارده وتقولي لي رايك في الكومنتات باذن الله.